اف بمعنى لو حرف متشعلق في الجو. ايوه، ركز معايا وهتعرف سر قاعدة اف النهاردة اللي ناس كتيرة مش فاهمة قاعدة اف، حتى مع الطلاب في المراحل المختلفة مش عارفة يعني ايه قاعدة اف ومش فاهمة يعني ايه قاعدة اف. قبل ما نبدأ الفيديو وقبل ما نعيش مع قاعدة اف الشرطية، اول حاجة صل على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونسمي بسم الله ونبدأ القاعدة بتاعتنا. وانا قلت ليه اف بمعنى لو حرف متشعلق في الجو؟ صل على النبي. لو جينا كده ببساطة، اف بيجي وراها جملتين. الجملة الاولى بنقول عليها فعل الشرط، والجملة التانية جواب الشرط. ان تحقق فعل الشرط هيتحقق جواب الايه؟ الشرط. عشان كده بنقول ان هي ايه؟ اف بمعنى لو حرف متشعلق فين؟ في الجو، لان متعلقة. هبسطها لك اكتر. القاعدة او الحالة الاولى النهاردة بتتكلم ان اف لو جه وراها present simple هيجي وراها will plus infinitive او will والمصدر. يعني الجملة الاولى هتكون في المضارع البسيط اللي هو التصريف الاول، يبقى الجملة التانية هتبقى will والايه؟ والمصدر. بص كده في المثال ده هيوضح لك اللي انا عايز اقوله كله في الفيديو. if I have money، لو انا معايا فلوس I will buy a car، انا هشتري عربية. لو تحقق فعل الشرط اللي هو الفلوس هيتحقق جواب الشرط اللي هو شراء الايه؟ السيارة او العربية بالبلدي. تمام؟ ندي مثال اخر. if I play well، لو انا بلعب بطريقة جيدة I will win، انا هفوز. يبقى لو تحقق فعل الشرط اللي هو اللعب بطريقة كويسة هيتحقق جواب الشرط اللي هو الايه؟ الفوز. ندي مثال اخر. if she feels ill، لو هي بتشعر بالإعياء she will go to doctor، هي هتذهب للإيه؟ للطبيب. يبقى ان تحقق فعل الشرط اللي هو الإعياء أو إن هي تعبانة هيتحقق جواب الشرط اللي هو الإيه؟ الذهاب للإيه؟ للطبيب. عشان كده قلنا قاعدة اف بمعنى إيه؟ لو حرف متشعلق فين؟ في الجو. يا رب أكون أفدتكم النهاردة، ويا رب أكون حليت مشكلة قاعدة اف. طبعا لسه لينا حالات معاها لأن دي الحالة الأولى لقاعدة اف الشرطية. يا رب لو استفدتم من الفيديو وعجبكم تشتركوا في القناة طبعا فضلا وليس أمرا، تفعلوا زر الجرس، تخبطونا بلايك حلو زيكم كده، واشوفكم في فيديو جديد ومعلومة وقاعدة جديدة.